خلي بالك يا ابله، الاكله تبان صعبه لكن انا متهيألي مفيش اسهل منها. وتنفع العكاوي دي مع السمر المتقطع يا دكتور؟ بونسوار يا حمودي. بنصور يا ابله. ها وماما عامله ايه؟ الحمد لله. ها هتتحفنا بايه النهارده؟ طاجن عكاوي بالليمون المعصفر، اموت انا. جديد بس هيعجبك ان شاء الله. الحدوته بتبتدي بالتتبيله اللي عاملين فيها حاجه مختلفه. كل اللي هنحتاجه حبه فلفل احمر مشوي، وراس توم مشوي في الفرن، وواحده ليمون معصفر، شويه ملح، فلفل اسود، وكبابه صيني. هنضربها الاول ضربه، واضيف لها معلقه صلصه كبيره، واضربها تاني كويس قوي. على فكره يا ابله التتبيله دي هتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الخطوه الجايه. اموت انا. اللي هيظبط طعم الطاجن بتاعنا روابي طعم القشطه. شايفين الترميله؟ قولي لي بقى يا ابله، انت اصلا ليكي في الاكل الحرش ده، العكاوي والكوارع، ولا لسه اول مره تجربيها؟ اول مره بعد المرحوم. اوعدك انها مش تبقى اخر مره. يا وادي. هنزل بقى بفلفل الوان وبصل، عايزهم بس كده يتشوحوا. انا مش قادر اوصف لكم الريحه. ايه يا ابله، الريحه وصلت لك ولا لسه؟ انا مش شامه غير ريحه معاكسه. كده بقى هاخد الخضار وارفعه من على النار، وفي نفس الحله بقى هنزل بالعكاوي والبصل القوارمه واقلبهم كويس قوي. دلوقتي بقى هنزل بالتتبيله اللي عملناها وحوالي كوبايه ميه. نقلبها بس الاول تقليبه كويس. خلي بالك يا ابله الاكله تبان صعبه، انا متاكد انها تعجبك. تفتكري بقى انت ممكن تعمليها؟ واحطها البوجي في اللانش بوكس. احنا دلوقتي يا ابله هنسيبها تستوي وبعد كده هندخلها الفرن. خليكي جاهزه. ايه اعمل ايه يعني؟ ايه يا ابله، جوعتي؟ جعت ده انا فرفر. طب يلا تعالي عشان تقولي لي رايك. بس نقيلي بقى حته محرمشه. ايوه هنشي. دوقي بقى يا ابله وقولي رايك بصراحه. لا روابي بتاعمل قشطه خلت الاكل تحفه. يا حبيبي المرحوم فايته كتير.